الحق يا صاصه، انت شفت الفيديوهات بتاعتك الاخيره؟ ايه؟ احكي لي. فيديوهاتك كلها بقت تجيب لايكات قليله، والريتش عندك واقع خالص، وناس كتير بتكتب لك ان هي راحت عليك. طب وعادي، فيها ايه؟ ازاي يعني؟ انت كده الناس هتنساك. ما تعمل ترند كده ولا تصور حتى مع. طب اسكت اسكت. هو انت عاوز ايه؟ عاوز اقول لك ان سهل عليك جدا ان انت تصور اي فيديو من اي موبايل دلوقتي، بس يا ترى الفيديو اللي انت هتصوره ده هيفيد ولا هيضر، ولا هيبقى مجرد فيديو عادي، ولا في منه ضرر ولا نفع؟ مش فاهم. هفهمك. هنفترض مثلا ان دي حياتك في السوشيال ميديا، مجرد كوبايتين، وانا مثلا مضطر املى الكوبايتين دول ميه نضيفه، بس للاسف في كوبايه عبال ما تتملي مش هتبقى نضيفه. ده المحتوى النضيف اللي بتبدا تعمله لنفسك وتكمل عليه، وده المحتوى البذيء اللي اي حاجه بيمسكوا فيها. كل لما ما تلاقيش ريتش عندك تبدا تتنازل عن مبدا من مبادئك علشان خاطر بس تلم ريتش تاني. وده كمل للاخر، وقع شويه، اختفى شويه، بس معلم في عقل الناس ان هو شخص نضيف. وفي الاخر الكوبايتين برضه كوبايتين ميه، فانت تحب تشرب انهي كوبايه فيهم؟ الكوبايه النضيفه طبعا. انت بتهزر؟ هو انا هشرب ميه وسخه؟ بالظبط كده. انت لما دخلت عليا دلوقتي وقلت لي ان فيديوهاتي ما بقتش تجيب لايكات، وان الناس بتكتب لي راحت عليك، وان انت واقع، انا بقى عندي افضل واقع وما بجيبش لايكات كتير قصاد ان انا افضل الشخص ده. مش شرط ان انا اعمل حاجه مش على هوايا لاجل الريتش، المهم ان انا اعمل اللي انا عايزه واللي انا مقتنع بيه، حتى لو هكون لوحدي. المهم ان انا اعلم في عقل الناس بالحلو وبس.